تخيلوا معايا هذا المشهد، العالم كله حابس النفس ديالو وكيشوف في الشرق الاوسط وهو كيغلي بحال شي طنجره ديال الضغط فوق عافيه مجهده. ايران واسرائيل واقفين على حافه الهاويه، ميريكان داخله بالثقل ديالها، والسعوديه وقطر والامارات ماشي غير كيتفرجوا، هما كاينين في قلب المعمعه. وفي الخلفيه كاين واحد الشبح سميتو الحرب العالميه الثالثه، بدا كيطل براسو وكيدير لينا باي باي. هذا ماشي فيلم ديال هوليوود ولا فيلم ديال الرعب، هذه الحقيقه المره اللي كنعيشوها دابا في مارس 2026. اليوم غادي نحاول نفسروا هاد العصيده وغنحكيو شنو واقع في الكواليس، علاش ترامب خدا هاد القرار الانتحاري، وشنو كيطرى دابا في منصه اكس اللي هي تويتر سابقا، اللي ولات هي غرفه العمليات ديال العالم. ركزوا معايا مزيان وجيب القهوه ديالك، حيت المعلومات اللي غادي نقول لك مجبوده من الخابيه. الحكايه خوت ماشي ولدات اليوم ولا البارح، ولا الحكايه خوت دايره بحال المرقه اللي كتطيب على نار هادئه ومن سنين هادي. حنا دابا غادي نبداو في 2023 و 2024 ملي التوتر وصل للعظم مع حرب ديال غزه. امريكان واسرائيل بداو كيضربوا في الأذرع ديال إيران، حماس وحزب الله في سوريا وفي لبنان. وفي 2024 إيران شيرات بمئات الصواريخ، وإسرائيل ردت هي بالقصف والدفاعات الجوية. هادشي بالمختصر. ولكن في يونيو 2025 وقعت حرب 12 يوم، تم أمريكان وإسرائيل ضربوا المفاعلات النووية في ناتانز وفوردو. إيران ردت ب550 صاروخ، وهادشي هذا أثر على الاقتصاد ديال إيران، والريال الإيراني ما بقى ساوي والو. في يناير 2026 المظاهرات شعلات في 22 محافظة إيرانية، وفي هاد الروينة كاملة رجع دونالد ترامب الرئاسة، وهدد باللي غيمسح شي حاجة سميتها النظام الإيراني. والأخبار كتقول باللي دول من الشرق الأوسط حتى هما شجعوا هاد التوجه. وفي 28 فبراير 2026 بدات العملية اللي تسميت بالغضب الملحامي، والنتيجة قتل الزعيم الأعلى الخميني وضرب 2000 هدف في دقة واحدة. هذه هي البداية ديال النهاية. دابا أجي نعيشوا اللحظة بحال شي فيلم أكشن. في 28 فبراير أمريكا استعملت الوحوش ديالها البي2 والإف 35 وقضاو على خاميني و400 مسؤول كبير. إيران ما بقاش ساكتة وكتشوف، ردت مئات الصواريخ والدرونات على إسرائيل وعلى القواعد الأمريكانية في قطر والبحرين والإمارات وحتى السعودية. حنا دابا في شهر مارس، الصواريخ باقا كطيح حتى في البحرين، والقتلى وصلوا ل 940 في إيران و217 في لبنان. ترامب كيخرج في التويترات ديالو وكيقول إيران غتاكل الدق اليوم، وإيران كتقول للجيران سمحوا لينا، راه أمريكان هي السبب. وسط هادشي كامل كنشوفوا الحرب الهاشتاغات طالعين في منصة اكس، اجلاء من قطر، مطارات دبي واقفة، السفارات مسدودة، والنظام الايراني بدا كيقتل حتى في القادة ديالو الداخليين حيت خايف من الجواسيس ديال الموساد. هادشي راه ولا سيت كوم دابا واعي بالله. دابا خصنا نفككوا هاد اللعبة ديال الشطرنج. ترامب هو الكابيتان ديال عملية الغضب الملحامي، باغي يبدل النظام في 4 ولا 5 سيمانات. قال لي ترى هذا بزاف، 5 سيمانات بأي ثمن. السعودية في موقف صعيب، كتعرض الصواريخ الإيرانية ولكن مصفات النفط ديالها تعطلات. قطر والإمارات هادو جاو في المدفع والقواعد اللي فيهم ضربوا. مطارات دبي شاعلة فيها العافية، ووزير الطاقة القطري كيحذر بالغاز وبالبترول غيحبسوا على العالم. وفي الجهة الأخرى كاينة إسرائيل، نتنياهو كيقول هادشي ما غياخدش منا وقت كتير ولا سنين، غادي نساليوه في أقرب وقت. الصين وروسيا كيتفرجوا بنص عين وكيدعموا إيران بالهضرة، ولكن خايفين على الاستثمارات ديالهم. كل شي باغي ياكل اللحم ولكن حتى واحد ما باغي يذبح. دابا ندوز للمعقول، واش هادشي هي بداية الحرب العالمية؟ واحد المؤرخ اللي هو سميتو نايل فيرغسون كيقول باللي هاد السيناريو ماشي مستبعد، والتصعيد وصل لتركيا وقبرص ومضيق هرمز، والبترول غيولي بالثمن ديال الذهب. هنا الناس كتقول باللي 8 دول دابا داخله في الحرب، وتداعيات الحرب غادي تكون طاحنه، وانهيار الاقتصاد ويولي غلاء المعيشه وملايين المهاجرين.
تخيلوا معايا لو روسيا قررت تدخل بالثقل ديالها وتعاون ايران بالنووي، تما غادي نقولوا بسلامه لهذا الكوكب اللي كنعيشوا فيه. واش التاريخ كيتعاود؟ هنا غادي نديروا مقارنه ما بين 1914 1939 و 2026 الخوت، وهنطرحوا واحد السؤال اللي كيدور في كاع الريوس. دابا واش هاد الروينه اللي نايضه بين ايران واسرائيل وامريكان هي نيت اللي نوضت الحرب العالميه الاولى والثانيه؟ واش حنا غير كنعاودوا نفس الفيلم بممثلين جداد وتقنيات حسن؟ اجي نحللوا هاد العصيده التاريخيه خطوه بخطوه. غادي نبداو من الحرب العالميه الاولى 1914 في كانت الشراره في مستودع كاز. الحرب بدات بفيلم اطاره، واحد السربي قتل الارشيدوق فرانز فرديناند، ولكن هذيك كانت غير الشراره في الكواليس. كانت نايضه الحقره من قبل، الامبرياليه وكل دوله بغات تستعمر اكثر، وسباق تسلح رهيب، والاهم هو نظام التحالفات المعقد. الا تمسات وحده كلشي كينوض، والنتيجه 20 مليون قتيل وخريطه العالم تبدلات. من تما ندوزو للحرب العالميه الثانيه 1939 الجزء الثاني من فيلم الرعب. هذه جات غير 20 عام من بعد. السبب هو معاهدة فيرساي اللي تحقرات فيها ألمانيا، وزيد عليها الأزمة الاقتصادية ديال 1929. هاد العوامل وهذا الفقر هو اللي طلع لينا الديكتاتوريين بحال هتلر وموسوليني. هتلر بدا كيتوسع والعالم كيتفرج وكيدير سياسة الاسترضاء، يعني يعطيه اللي بغى غير باش يسكت. وفاش غزا بولندا تما شعلت العافية اللي كلت 80 مليون بنادم. ودابا غادي نجيو ل 2026 النووي والضربة القاضية. الشرارة هنا كانت هي اغتيال خامنئي في 28 فبراير. هاد الضربة كتشبه بزاف الاغتيال اللي شفنا في الحرب العالمية الأولى ديال فرانز فرديناند 1914. هلينا ندوزو الأسباب العميقة. النووي بحال سباق التسلح في الحرب الأولى، والأزمة الاقتصادية إيران كانت مخنوقة بالعقوبات والاحتجاجات بحال ألمانيا قبل الحرب الثانية، وفشل الدبلوماسية يعني المفاوضات النووية فشلات، ودول العالم مبقاش قادرة تفراني الطموحات الإقليمية والتحالفات. أمريكان وإسرائيل في جهة، والخليج في الوسط، وروسيا والصين كيدعموا من اللور، وتحالفات كتجر الدول الحرب ما باغينهاش. دابا ندوزو فين كاين التشابه وفين كاين الفرق. التشابه كاين في الشرارة اغتيال القائد الكبير، في التحالفات اللي كتسحب الدول بحال المغناطيس، وفي الفشل الدبلوماسية العالم كله كيولي بحال شي دومينو، إلا طيحتي حبة واحدة كيطيح كل شيء من وراه. والاختلاف هاد المرة كاين الدين في المعادلة، إيران الإسلامية ضد إسرائيل اليهودية، وكاين البترول اللي هو العصب ديال كل شيء، والأهم هو السرعة. في 1914 كان خصك شهور باش تحرك جيش، دابا في 2026 بكليك واحدة تقدر تمسح مدينة في ثواني بالصواريخ الباليستية. الخبراء دابا خايفين لا تكون هذه هي الحرب العالمية الثالثة بالصح، خاصة إلا دخلت روسيا والصين فعليا بالقوات ديالها. واش حنا في نفس المسار؟ التاريخ كيقول باللي فاش كيتجمع الجهل مع السلاح مع الأزمات الاقتصادية النتيجة ديما كتكون كارثية. ودابا ندوزو المعقول ديال بصح اللي كيهربوا منه بزاف ديال القنوات الإخبارية. واش الحرب ديال 2026 هي فعلا حرب سياسية على النووي، ولكن ما هو أعمق؟ بزاف ديال الناس كيشوفوا باللي المحرك الحقيقي لهذا الصداع هو العقيدة الدينية. كاين تيار في إسرائيل وعنده نفوذ كبير كيآمن بفكرة إسرائيل الكبرى. هاد الناس كيقولوا باللي الأرض اللي توعدوا بها كتمتد من النيل للفرات. تخيلوا معايا هاد الخريطة كتاكل طراف من مصر وأردن وسوريا والسعودية وحتى العراق. بالنسبة لهاد التيار السيطرة على المنطقة ماشي غير طموح سياسي، ولكن هو واجب ديني باش يحققوا نبوءات قديمة. وهذا الشيء هو اللي كيخلع الجيران وكيخلي الحرب تبان باللي ما عندهاش حل وسط، يا أنا يا أنت. وفي الجهة المقابلة عندنا إيران اللي حتى هي محركة بعقيدة دينية قوية. طهران كتشوف راسها هي الممهد لظهور المهدي المنتظر، وشعارها إزالة إسرائيل من الخريطة. دابا ملي كنتلاقاو هاد المشاريع هادي، مشروع من النيل إلى الفرات ومشروع طريق القدس لإزالة إسرائيل، هنا ماشي الهضرة على حرب سياسية ولا حرب على باطو ديال السلعة ولا مفاعل نووي، حنا قدام حرب المقدسات. في نظر الطرفين كل واحد كيشوف راسه هو اللي كيمثل الحق والآخر هو الباطل. وهذا الشيء هو اللي كيفسر لينا علاش هاد الحرب في 2026 ولات حرب شاملة. ملي كتدخل الديانة في الحرب المنطق كيسكت والتفاوض كيولي كيتسمى خيانة. داكشي علاش هاد المرة ترامب وإسرائيل وقادة إيران داخلين مبدأ نكون أو لا نكون. في النهاية التاريخ ماشي غير قصص كنقراوها باش ننعسو، هو مراية كنشوفو فيها المستقبل ديالنا. الحرب ديال 2026 جمعت كاع العناصر اللي نوضت الحروب القديمة وزادت عليها التكنولوجيا والنووي. نتوما شنو كيبان لكم في هذه المقارنة؟
واش بصح حنا كنعاودو نفس الغلطة؟ واش هاد الصراع غيسالي باتفاقية جديدة ولا بدمار شامل؟ شاركوا معنا آراءكم في التعاليق، ومتنساوش تبارطاجيو والتحليل، حيث الفهم هو أول خطوة باش نتفاداو أي كارثة. تشوفوا في فيديو جديد، كان معكم سعيد، تهلاو. في الليل الطويل كيبان الضو بعيد، والأمل كيقول غدا يكون يوم جديد. ايد في ايد نبنيو عالم أحسن، تضامن قوة كي يجمع قلوب الناس كاملين. غدا أحسن إلى بقى الأمل حي.